قناة بنت شيف. النهارده هنعمل مع بعض الفراخ المحشية بطريقة مختلفة وسهل جدا وطعم حلو قوي. يلا بينا نسمي بسم الله ونشوف هنعمله ازاي. اول حاجه نعملها التتبيله بتاعتنا عباره عن بصل، كتري بقى بصل كده، وجزر. البهارات عباره عن كزبره وكاري، طبعا كل حاجه معلقه، وبابريكا وبهارات فراخ ونص معلقه قرفه وملح واخر حاجه معلقه صويا صوص. ونبدا نعجن كل ده كله مع بعضه كده، تفركيه جامد جامد علشان زي ما احنا متعودين البهارات تدي طعم للحاجه اللي احنا حاطينها علشان لما نيجي نحشي الفراخ. وكده بعد ما خلصناها نبدا نحشي الفراخ مع بعض. هنبدا نحشيها مع بعض. بنيجي نحشيها من هنا كده، بتكوني سلكتي ما بين الجلد واللحم يعني كده اهو، علشان نحط الحشوه بتاعتنا ونبدا نحشيها. تتاكدي بقى ان الحشوه كلها في كل مكان متوزعه كده مظبوط، وبعدين نبدا نقفل بالشكل ده. نعمل واحده كمان برضو، هنتاكد ان احنا خلينا ما بين الجلد واللحم ونبدا نحشيها كده. كده تأكدي ان هي كده معايا تمام. خلاص شايفه كده الحشوه كلها بقت متوزعه اهي. هنبدا برضو نقفلها. لو وصلت معايا للفيديو لحد هنا يا ريت ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناه. وكده بعد ما خلصنا حشو الفراخ اللي معانا هنبدا نجهز الصينيه بتاعتنا. يلا بينا نشوف هنجهزها ازاي. هنجيب صينيه كبيره كده وهنبدا نضيف فيها بطاطس. انا مش هضيف بطاطس كتير، هي بطاطسيه واحده كبيره متقطعه تقطيع كده يعني لا رفيعه ولا تخينه. وبعدين هنضيف البصل، وهضيف جزرايه بس واحده. هبدا اضيف بهارات تاني علشان انا لو ما ضفتش بهارات دلوقتي للحاجه دي هتلاقي ان الطعم لا محتاج ملح وكمان ناقص خالص، علشان البطاطس والبصل محتاجين ان انا احط لهم بهارات تاني. البهارات بسيطه جدا، عباره عن بابريكا وملح وكمون وكزبره، توم باودر وبصل باودر، بهارات بطاطس بتدي تيست حلو قوي قوي قوي، واخر حاجه زعتر. هنضيف كل ده مع بعض وهنبدأ نقلب كل ده مع بعضه كده لحد ما يختلطوا مع بعض خالص. طبعا الخطوة ديت هتضيف تيست للفراخ وكمان هتاخد من الطعم بتاعها، يعني هما الاتنين هياخدوا من طعم بعض، وهوصل انا لطعم حلو قوي قوي تحفة مش هتقدري ان انت تستغني عنه، وهتعمليها بنفس الطريقة كل مرة. يلا على طول نضيف الفراخ بتاعتنا. وكده بعد ما خلصناه كده خلاص، لا فاضل تكايه بسيطه عايزاكي تعمليها. الخطوه البسيطه الاخيره واللي هتفرق في الطعم هي ان انا لما باجي اعمل اي خلطه
للحمام، للفراخ، للحمه. بعمل حسابي ان انا بسيب جزء بسيط من الخلطه دي للاخر. يعني دي الخلطه اللي احنا عملناها مع بعض، انا سبت جزء منها بسيط، ببقى عامله حسابي ان هو يبقى جزء علشان بضيفه للفراخ او للحاجه اللي انا بحشيها. زي ما شفتوا في فيديو الحمام لما جينا نسويه ضفت له جزء من الخلطه بتاعته على الوش كده. طب الخطوه دي بتعمل ايه؟ لا، الخطوه دي بتفرق في الطعم جدا جدا، وكمان الريحه بتاعت الحاجه بتزيد وبتبقى اعلى. بس حاجه بسيطه وخطوه اخيره هنعملها، ان انا هضيف معلقه من دبس الرمان على الخلطه، معلقه صغيره، وهقلبها كويس مع الخلطه. طبعا هتديلي لون وطعم حلو قوي. لو ما بقاش معاكي جزء من الخلطه، هنبدا ان احنا نجيب بصلايه كبيره وهنفرمها او نقطعها زي ما انت شايفه كده، وبعدين هنضيف عليها كل التوابل اللي احنا حطيناها. وطبعا خطوه اللي هو دبس الرمان دي مهمه جدا علشان توصلي للنتيجه اللي احنا عايزينها. يلا بينا نضيفها على الفراخ. كده الفراخ عندي، هبدا اضيف باقي الخلطه. شايفه الشكل اصلا دلوقتي يجنن، والريحه مش عايزه اقولك قد ايه تحفه تحفه تحفه. لازم تجربوها. شايفه الشكل عامل ازاي؟ بجد يا حبايبي تجنن. بس كده، وكده ضفنا الخلطة على الفراخ وبقت معانا بالشكل ده. طبعا غير الريحة هنا بجد جميلة قوي 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 قوي. كده بعد ما خلصناها، عايزة بقى حاجة اخيرة، تسيبيها من 2 ل3 ساعات في التلاجة. يعني مش مجرد ما خلصناها خلاص نسويها، لا خالص. انا عايزة ان هي تاخد وتشرب من التتبيلة اللي احنا عملناها دي كويس، وكل انسجة الفراخ توصل لها التتبيلة. انك تسيبيها 2 3 في التلاجة. ويا سلام بقى لو عملتيها قبلها بيوم وحطيتيها في التلاجة، هتدوقي طعم وتاكلي فراخ تحفة، هيطلبوها منك كل شوية. دلوقتي بقى هنغطيها ونحطها في التلاجة وتبقى جاهزة معانا على طول نسويها في الفرن وارجع لكم تاني. وكده بعد ما فات 3 ساعات هنبدأ نحط الفراخ في الفرن. طبعا انا مشغله الفرن، هتحطها في فرن سخن درجة حرارة 180. هي مش هتاخد وقت كتير قوي، هتاخد من 30 ل 40 دقيقة لان الفراخ صغيرة. هنحطها طبعا تحت خالص في الفرن، وبعدين هنفضل مغطينها لحد ما يفوت نص ساعة. تبدأ خلاص استوت معاكي، هنكشف الوش بتاعها ونحطها تحت الشواية. يلا بينا على طول نحطها في الفرن. بعد ما استوت بس لسه هنشغل عليها الشواية، ريحتها تجنن. يلا نشغل عليها الشواية. وكده بعد ما الفراخ خدت وش كده تحت الشواية، شايفين؟ شوفوا الجمال عامل ازاي. طب والله حلوة قوي. اخر تكاية بقى بسيطة خالص، هنجيب ايه زي ما احنا متعودين في المشويات. هنجيب فحماية كده نحط عليها زيت كده اهو، واول ما تعمل نقوم مغطيينها كويس وارجع لكم على طول. وكده يكون خلصنا الفيديو بتاعنا النهارده. لو عجبك الفيديو يا ريت تعملي لايك وتشتركي في القناه وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. وبالهنا والشفا.